تظبيط الفيو بياخد وقت في الريفت، ولذلك احنا بنعمل حاجه اسمها فيو تمبلت. زي ما قلنا في الفيديو اللي فات هنشرحها بالتفصيل وازاي نظبطها، بحيث ان الفيو تمبلت دي تبقى حاجه ثابته كده لكل السيكشنز، لكل الديتيلز اللي انت هتاخدها تطلع بنفس الشكل، زي السكيل واحد، التفاصيل الديتيل اوف ليفل بتاعك يكون واحد، البرزنتيشن بتاعتك تبقى ثابته دايما. بس كمان بعد ما انت بتختارها بتحتاج انك انت تعمل موديفاي فيو جرافيك، حاجات او تظبيطات بسيطه كده. تعالوا نروح للريفت ونشوف ازاي هنظبط الفيو اليمنت بتاعتنا. هروح على سيكشن الحديد الاساسي اللي هو كان اسمه سيكشن ديتيل F202. هنروح نفتحه دبل كليك، هلاقي ان البرزنتيشن عندي لا مش متظبطه. يعني انا ملاحظ ان السكيل بتاعي 1 ل 100، لا المفروض دي تبقى 1 ل 25. ملاحظ ان في مشكله تانية، ان مفيش جوين ما بين رقبه العمود والفاونديشن. الهاتش دوت انا مش عايز اشوفه. فاختيار الفيو تمبلت او انك انت تبقى مظبط فيو تمبلت بحيث ان هي تسهل عليك الشغل، هو دوت هيريحك جدا في الشغل بتاعنا. يعني لو انا رحت كده على كلمة فيو تمبلت من هنا واخترت ال RFT فاونديشن، طبعا دي مش هتلاقيها عندك في الريفت، يا اما تاخد التمبلت اللي انا بشتغل بيها، يا اما ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه هنبتدي نشرح ازاي نعمل ال RFT فاونديشن او ازاي نعمل فيو تمبلت جوه الريفت، بحيث ان هو لما بدوس اوكي كده اوتوماتيك يروح متحول بسكيل 1 ل 25. طيب برضو في بعض التظبيطات في ان انا المفروض هدوس تاب كده، لان دي قاعده واحده برضو هتكون فاميلي، هتبقى نازله مع الفايلز اللي احنا هنشتغل عليها. دي قاعده واحده بتنزل كونكتد معاها على طول البي سي بتاعتها عشان تسهل علينا عمليه الشغل. حتى هتلاقي هنا في الماتيريال الار سي والماتيريال البي سي. طيب انا عايز ابتدي اشيل الهاتش من القاعده المسلحه، فبدوس تاب، بمسك القاعده المسلحه رايت كليك، بروح للاوفر رايت جرافيك فيو ونقول له باي اليمنت، واقول له شيل لي الكات باتن والباك جراوند، فتطلع معانا بالشكل دوت. تاني نقطه انا عايز افتح الجوين ما بين دوت وما بين ده، فببتدي اجي من هنا واقول له جوين جيومتري واختار ده وتاب عشان ما تعملش جوين مع اللي تحت، تاب مع المسلحه فتتفتح لي بالشكل ده. كمان تعمل ان جوينت مع القاعده العاديه، فتيجي من هنا وتعمل ان جوينت وتروح معلم على القاعده المسلحه فيظهر لك الخط التقيل دوت، بحيث ان الحديد ما ينزلش معانا تحت هنا، يبقى دايما في القاعده المسلحه بس. طيب نظبط بس حاجات بسيطه قوي كده في الفيو. نمسك ده مثلا ممكن نرفعه بالشكل ده اهو، نلم دي كده شويه من تحت. طيب نروح على مرحلة الموديلنج. مرحلة الموديلنج أول حاجة بنشوف إزاي نعدل في الكفر بتاعنا وإزاي نضيف أصلا كفر. اختيار الريبار دايمتر هيكون إزاي، وإزاي نقدر نخش ونعدل في البند دايمتر والماتيريال بتاعة السيخ. شكل السيخ هيخش جوه القاعدة بتاعتنا هيكون شكله إيه. ايه الفرق ما بين parallel to cover, perpendicular to cover, parallel to work plan. باخر حاجه بتكون عندنا وهي الريبار سيت. دي ايه، هنوزع السيخ دوت جوه القاعده بتاعتنا، هتوزعه بالمسافات او ولا هتوزعه كعدد ولا هتوزعه بانهي طريقه. ده كله هنتعرف عليه في الفيديو اللي جاي